نعنشنا القهوة. سموذي بارادايس نزلت قهوة بأطعم مختلفة بالفواكه وقالت احنا اللي نعنشنا القهوة، والمفروض ان دي قهوة برو مش لأي حد، يعني للمحترفين في شرب القهوة والاستطعام بيها. عملوا كذا نوع او كذا طعم، انا اخترت منهم 3 انواع اللي حسيت انهم مختلفين. جبت كوكونات لاتيه، وجبت البلو بيري لاتيه، وجبت الباشون لاتيه. جبت ال3 دول. ما رضيتش اجيب اللاتيه العادي، قلت اجرب الاطعمه المختلفه دي ونشوف مختلفه في ايه بالظبط. فتعالوا نجرب مع بعض اول طعم ونشوف. اجرب معاكم اول حاجه البلو بيري. نقلبها بقى من تحت كويس. عشان هي الفاكهه متركزه تحت. ندوق بقى بسم الله. لذيذ مختلف ولذيذ، والطعم متوازن، يعني مفيش حاجه طاغيه على التانيه. ضايق طعم القهوه وضايق طعم البلو بيري، بس على خفيف شويه. ندوق الطعم اللي بعده، الباشون لاتيه. ونقلب برضو. ده اسرع شويه من الثانيه. وانا الباشون ده كنت جربته في الفاكهه نفسها، ويعني مدخلش دماغي قوي، فمش عارفه بقى في اللاتيه يبقى ايه. يعني مش حاسه بطعم واضح قوي بصراحه في ده، يعني مش حاسه بطعم مميز اقدر اقول عليه يعني. او يمكن دي طعم الباشون فروت اللي ما عجبنيش برضو المره اللي فاتت، فانا مش هقيمه. ده بقى اكتر طعم انا متحمسه ليه، الكوكونات. يعني طعم قهوه مع جوز هند. انا متحمسه جدا اعرف هو ايه، طعمه هيبقى ايه. اقلبه كويس بقى. معلش انا عايزه ادوبه كويس عشان طعم الفاكهه نفسه يظهر مع القهوه. بسم الله. ده بالنسبه لي احلى واحد فيهم، مع العلم سكرهم كلهم قليل، يعني مش سكر مش عالي، سكر مظبوط جدا. ده احلى طعم بصراحه، عجبني قوي. يعني انا لو هجيب تاني هجيب الكوكونات، لايق قوي بالنسبه لي يعني مع طعم القهوه. ده رايي الشخصي طبعا، لايق مع طعم القهوه. النكهه فيه طبيعيه ولذيذه. طعم جوز الهند مع القهوه متناسقين. ده عجبني اكتر حاجه. بعديه البلو بيري، بس انا بالنسبه لي برده ما تجيبوش تاني. وبعد كده الباشون. فده ترتيبي انا الشخصي ليهم. ممكن انتوا تختلفوا عادي معايا في الراي، بس انا عن نفسي لو هكرر تاني زي ما قلت لكم هجرب الكوكونات لاتيه. بما اني بقى جبت منه من سموذي بارادايس، فطبعا كان لازم اجرب اخر اختراعاته برضو، اللي هي المانجا بروليه. هي المفروض ان هي مانجا وفي كريم بروليه على الوش. فتعالوا ندوقها ونشوف. بص شكلها عامل ازاي. ومن فوق طبعا واخده التحميصه بتاعه البروليه من فوق. تعالوا ندوق. بسم الله. شايفين؟ بسم الله.
دي حلوه قوي يا جماعه. المانجا نفسها مسكره وطعمها جميل، والكريم بروليه طعمه معمول مظبوط قوي، في قرمشه من على الوش، طعمها حلو جدا. ده عجبني قوي قوي قوي. برافو عليهم بجد، يعني اختراع حلو ومنعش كده في الصيف. انا غالبا هخلصه واشرب معاه الكوكونات بتاعي، الكوكونات لاتيه. بس كده، دي كانت اخر اختراعات سموذي بارادايس. انا عايزاكم تبهرونا كده على طول يا جماعه، ابهرونا واعملوا اختراعات قهوه كتير وفاكهه كتير. يلا كده خلاص خلصنا، باي باي.